علمت أخبار أوفيس أن سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية حل قبل قليل من يومه الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء في انتظار لقاء الملك محمد السادس. وأضافت مصادر مطلعة أنه يرتقب تعيين سعد الدين العثماني كرئيس حكومة مكلف بتشكيلها بعد يومين على إعفاء عبد الإله بن كيران من المنصب. وسبق أخبار أوفيس أن أوردت أن تعيين رئيس الحكومة الجديد سيكون قبل عقد حزب العدالة والتنمية لمجلسه الوطني صبيحة غدا السبت بالمعمورة بمدينة سلا. المرجو الانضمام إلى قناة أخبار أوفيس عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم مشاركة الفيديو مع الأصدقاء. وشكرا لكم.